بالله عليك مش ناقصه اشتغالات، احنا في رمضان حتى الكدب حرام يا اخي. هتجيب لي بوتاجاز جديد وتيجي تعرضه لي وتقول لي كان قديم ورجعته جديد؟ مش ناقصه اشتغالات. عميله دخلت قالت لي الجملتين دول، قلت لها يا ست انا هصور لك كل حاجه واحنا شغالين فيها من اي تو زد. وزي ما انتم شايفين كده البوتاجاز كان متدمر خالص، هو ده البوتاجاز اللي كان في اول الفيديو. بعد ما بيجي لنا البوتاجاز بنصوره فيديو جميل كده للتوثيق عشان يفتكروا بس كان عامل ازاي وهيبقى عامل ازاي. وبعد كده بنفك الجهاز قطعه قطعه في الجهاز بتتفك، وبعد كده بنشتغل على جوه نظافه قبل بره. وبعد ما بنشتغل على جوه وبننضف كل الجسور وكل حاجه بتنضف وبنعمل اعاده تدوير للمحابس وبننضف المواسير، بنعمل ايه بقى بعد ما بنخلص خالص؟ بنعزل حراره. يعني ايه بنعزل حراره؟ مش بتلاقوا دايما في بوتاجازات بتسخن كده من الوش وبتسخن من السطح الاستانلس ده؟ عشان العزل الحراري اللي جوه اللي احنا غيرناه ده ما بيبقاش كويس، لازم نغيره ونعمل بدل الطبقه اتنين. بعد ما خلصنا كل الشغل دوت وعملنا اعاده تدوير، هنخش بقى نظبط النار. عندنا في نار بتبقى ساعات طايره، وفي نار مش مظبوطه، وفي نار حمراء مش زرقاء بتهبب في الحلل. احنا ظبطنا النار وخلينا النار A1، وبعد كده بقى رحنا لمرحله اللي احنا نلمع الاستانلس. ودي بقى من اصعب المراحل اللي بتمر علينا في الشغل. ليه من اصعب المراحل؟ عشان احنا بنخربش الاستانلس ونرجع نلمعه من اول وجديد، نعمل له طبقه جديده. ليه نعمل له طبقه جديده؟ عشان لو في بقع او في صماد او في اي حاجه على الاستانلس يرجع معايا بنفس اللمعه بتاعه الكرتونه. يعني ايه بنفس اللمعه؟ يعني نفس اللمعه بتاعه الزيرو بالظبط. وزي ما انتم شايفين كده الجهاز بسم الله ما شاء الله، ربنا يا رب يهني صاحبه بيه ويديه خيره ويكفيه شره. بصوا البوتاجاز يا جماعه بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. رجع جديد تاني. اكتب بسم الله ما شاء الله في الكومنتات. ولو عجبك الفيديو وعجبك البوتاجاز دوس لايك.